السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الزمن اللي احنا فيه أصبح الشغل كله على النت. ما عادش زي زمان الفكر التقليدي إنك تأجر محل وتملاه بضاعة هو الأساس. دلوقتي إنك تفتح لنفسك صفحة على السوشيال ميديا وتكبرها وتزودها متابعين يعتبر أهم خطوة للبيزنس بتاعك. أي مصلحة ناجحة أكيد عندها حساب أو أكتر على السوشيال ميديا، مثل فيسبوك أو الانستجرام والتيك توك أو تويتر أو اليوتيوب وغيرهم كتير. وانت سواء كنت مصلحة صغيرة أو كبيرة أكيد عندك صفحة على الفيسبوك أو الانستجرام بتعمل عليها الدعاية بتاعتك. موقع تراست اد فولورز بيقدم لك كل الخدمات اللي انت محتاجها عشان تكبر مصلحتك وتزود مبيعاتك. ويلا بينا على الموقع نتعلم نعمل حساب على الموقع ونشحنه رصيد ونختار الخدمة اللي احنا عايزينها. دلوقتي أول خطوة هنعملها بإذن الله نتعلم مع بعض نعمل حساب على الموقع. لو انت معكش رابط الموقع تقدر تبحث في جوجل عن اسم الموقع زي ما احنا هنعمل دلوقتي. طلع لنا اهو اول نتيجة، هنضغط عليه كده، خشه، ابدأ الآن. وليكن مثلا لو انا عندي حساب هكتب هنا اهو البريد الالكتروني وكلمة المرور. طب انا ما عنديش حساب، هضغط على اصنع حساب، هنكتب هنا الايميل، موني @hotmail. موني ده محل ملابس حريمي جميل جدا بتاع واحد من اعز اصدقائي. اسم المستخدم نسميه موني، الباسورد الاسم الاول بتاعه وليد، ده صاحب المكان، مصطفى. رقم الهاتف اي هاتف مثلا. هنضغط على اصنع حساب، لو الموضوع بسيط خالص يبقى كده اتعمل معانا. تمام كده، كده عملناه خلاص. دي لوحة التحكم اول ما بتخش بتلاقيها، دي اللي بيبقى فيها الطلبات المنفذة. تاني خطوة هنشحن حسابنا على الموقع بأي طريقة من طرق الدفع المتوفرة. هندخل على Add Funds، إضافة رصيد، هنلاقي في عندنا طرق دفع متوفرة، في فودافون كاش، دفع تلقائي لفيزا كارد وماستر كارد، وفي عندنا بريفكت ماني، وفي عندنا تحويل بنكي، وفي عندنا بيبال. طبعا احنا هنختار أوفر الطرق، هتبعت على الرقم اللي هيظهر قدامك ده. هنختار فودافون كاش، سعر الدولار 30 جنيه، ده السعر الحالي مثلا وعلى الموقع، وهيتبعت على الرقم ده، والرقم ده بيتغير يعني، فاتأكد ان انت بعت على الرقم ده. وبعد ما تبعت عليه هتبعت صورة التحويل ومعاه الاسم ورقم الموبايل المرسل منه على نفس الرقم عشان تأكد ان انت دفعت يعني. تاني طريقة للدفع معانا عن طريق الفيزا، وديت لازم هتحول فيها عملة الموقع للجنيه المصري، هو دلوقتي بالدولار عشان تعليمات البنك المركزي. وبعد عملية الشحن رجع عملة الموقع للدولار تاني عشان تقدر تختار الخدمة اللي انت عايزها. نختار هنا الدفع بالفيزا، وليكن هندخل مثلا 1000 جنيه، اقول له جيب بيمنت. هنا المكان اللي هندخل فيه بيانات الكارت، لقينا العملة هنا $1000. لا احنا عايزين نحولها لعملة الموقع، نحولها للجنيه عشان يقبل الدفع. هنختار القائمة، هنختار change currency تغيير العملة، هنخليها الجنيه. خلاص اتغيرت الى الجنيه. هنرجع تاني، هنختار دفع بالفيزا، هندخل 1000 جنيه، هيظهر لنا هنا $32.
ده السعر بيتجدد يوميا طبعا تبع البنك المركزي. يعني احنا دخلنا 1000 جنيه عطلنا 32 دولار. هندخل بيانات الكارد هنا ويبقى احنا كده دخلنا الرصيد. تالت خطوة معانا ازاي نختار الخدمة. بعد ما شحنا الرصيد بالمبلغ اللي احنا عايزينه، هندخل هنا عشان نختار الخدمة، نختار كريت اوردر. وليكن مثلا هو هنا مثلا بيقول لك المليون مشاهدة للفيديو او الريلز ب7 سنت، وهنا ال4 مليون مثلا ب5 سنت. ده مبلغ قليل جدا يا جماعة من الدولار، يعني حاجة ماهاش فلوس يعني. هنا مشاهدات مثلا فيسبوك ريلز مثلا ب12 سنت، وهكذا. هتصفحوا هنا الخدمات، طبعا كل قسم مليان الخدمات بتاعته. بس انصحكم يعني ان حاول ما تاخدش حاجه بدون ضمان. اختار دايما بدون سقوط. ما تختارش بدون ضمان، اختار بدون سقوط عشان تضمن ان المشاهدات ما تنزلش. اما بدون ضمان دي يعني ما دي انت تتحمل مسؤوليتها بنفسك. وليكن مثلا هنا هنقول له مشاهدات الفيسبوك، هنحط الرابط بتاع الريلز مثلا، وهنقول له 1000 مثلا. 1000 يبقى ب12 سنت. الطلب يكتمل على طول ان شاء الله باذن الله، بياخد وقت ويكتمل. اخر حاجه عايز اقولها قبل ما نقفل الفيديو، ركز وانت بتحط رابط الصفحه او الفيديو او الحساب. ولو وقفت ومش عارف تعمل ايه، تواصل مع الدعم الفني، هيقدروا يفيدوك من هنا. ده الدعم الفني، هتكتب لهم وهم هيفيدوك على طول يعني. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.